انا عارفه ومتاكده ان في كتير من اخواتي اللي بيتابعوني معجبين جدا بوصفات الصابون البلدي، بس خايفين. في منهم خايف على غسالته الاوتوماتيك، وفي منهم خايف من ريحه الزيت. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي باقل تكلفه ومنتهى الامان على غسالتك الاوتوماتيك. السلام عليكم ورحمه الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين الكميه دي؟ انا مش هاخدها كلها، انا هاخد الصابون اللي ناطر صودا كتير ده، وهاخد جزء من الصابون اللي بالالوان، وكمان هاخد جزء منه طري شويه. تعالوا شوفي الصلب ده هيبقى بشره عامل ازاي، والطري هيبقى البشر بتاعه عامل ازاي. شايفه البشر البودر ده بتاع الصابونه الصلبه، فيها نسبه صودا كتير، والصابونه بعد ما بتتصبن بتطرد كل الصودا الزياده اللي فيها على هيئه طبقه بيضه كده زي ما شفت دلوقتي. وده صابون نسبه الصودا بتاعته اقل شويه وفضل طري ما نشفش، يعني الدرجه المطلوبه. انا هبشر ده وهبشر ده، يعني هاخد حوالي 12 او 13 قطعه من الكميه اللي شفتها دي كلها، وهبشر الجزء الطري وهبشر الجزء الصلب. وبصي بقى، قدامك حاجتين. الجزء الطري ده تقدري تفرديه على صينية كده وتحطيه في مكان فيه هوا بعيد عن الشمس، هيعضم وينشف، وتضربيه في الكبة، بس ما تكونيش بتستعملها في المطبخ ويبقى معاكي بودر. او تعملي زي ما انا هعمل بالظبط، هاخد الجزء الطري واحطه على الجزء الصلب بعد ما ابشر الاتنين، وهفركهم مع بعض كويس قوي. الجزء الصلب ده اللي هو جف تماما هيسحب الرطوبة شوية من الصابون الطري. باقي الاضافات اللي هنحطها للوصفة هتكمل لنا الوظيفة دي، هتاخد الرطوبة اللي في الصابون اللي لسه ما نشفش. هبشر الكمية اللي باللون الابيض كلها، وهبشر الصابون اللي بالالوان، وهضيفهم كلهم على بعض. وبعد كده هقولك على حل حلو قوي لو عملتي صابون وجيتي تغسلي بيه الملابس وسابلك اثر لريحة الزيت في الهدوم، تعملي ايه؟ تركايه صغيرة قوي هتعمليها النهاردة وهتفرق معاكي كتير. وانصحك تعملي صابون بلدي صح من البداية، وانصحك تحتفظي بالزيت بالطريقة اللي نزلناها في اخر فيديو عشان تاخدي صابون ممتاز مفيش اي اثر لريحة الزيت. التركاية اللي فاتت دي معلقة متوسطة من النشادر وكمان نص، دي كمية كبيرة جدا وريحتها هتكون نفاذة قوي، فيستحسن تلبسي كمامة. النشادر هتسحب الرطوبة وتسحب ريحة الزيت. بعد ما هقلب النشادر مع كمية الصابون اللي عندي، هطلعهم كده في مكان زي ما قلتلك فيه هوا، وهقلب فيهم من ساعة للتانية كده، هسيبهم من 4 أيام لأسبوع لحد ما كل النشادر تتبخر ويبقى الصابون مفيهوش الا ريحه بسيطه قوي للنشادر. باقي الاضافات اللي هنحطها هتكمل الوظيفه دي. شفت الكميه اللي كانت في العلبه دي؟ ده اخر كميه مسحوق انا عملتها معاكم في الفيديو، باقي منها جزء بسيط قوي هضيفه على وصفه النهارده. وادي الاضافات اللي هنشتغل بيها، ومعانا اضافه كمان هقولك عليها في وقتها. طبعا الصابون فيه نسبه رطوبه زي ما انت ملاحظه كده، وعايز يكتل كده مع بعضه. لما هنضيف المسحوق دلوقتي هياخد جزء كبير قوي من الرطوبة دي. اول حاجة انا بقى عندي كمية من المسحوق اللي كنت مصوراه معاكم، هضيفها على الصابون، وهنزل بالمسحوق كله، وبعد كده هقلب كويس قوي. بتغسلي باوكسي بتغسلي بباهي، الاتنين حلوين قوي، ولو الاتنين موجودين اشتغلي بيهم عادي. اديله تقليبة كويسة كده من تحت لفوق، وزعي المسحوق على الطبق كله. وطبعا في اثر لريحة النشادر بس بسيط جدا، مع الوقت هيضيع. بس انت من وقت للتاني كده اديله تقليبه، وخليه في يعني في طبق واسع وفي مكان مفتوح. معايا 5 اكياس من البركس البودر، ده منتج محلي متوفر هنا في مصر، بديل للكلوروكس الالوان والفانيش، لان الاتنين مقاطعه. وظيفتهم هما الاتنين بيزيلوا البقع ويحافظوا على الالوان. البركس بيديكي الوظيفه دي. ما عندكيش طبعا وانت بتتابعيني من مكان ما فيهوش المنتج ده، يبقى البديل بتاعه البيكربونات الصوديوم او صودا الخبز، او احنا بنقول عليها هنا كربوناتو. كوبايه مليانه من الكربوناتو مع ربع كوبايه من ملح الليمون هيدوكي نفس النتيجه. هتضيفيهم بعد ما تضيفي المسحوق وتقلبي كويس قوي زي ما انا ضفت البريكس كده. هقلبه، وبعد ما اقلبه
هسيبه برضو في مكان زي ما بقولك كده. الخطوة دي مهمة جدا، مش عايزين رطوبة في المسحوق خالص. انت شفت معايا الجزء اللي باقي من الوصفة اللي انا عملتها معاكم زيه زي المسحوق الجاهز بالظبط من غير رطوبة خالص، وده عشان بهويه كويس قوي وبقلبه من وقت للتاني. بعد كده بقى عندك اختيارين، يا تعملي زي كده وتفصلي الجزء الخشن لوحده والجزء الناعم لوحده، يا تسيبي الوصفة كلها على بعضها مفيش اي مشكلة خالص وتشتغلي بيها عادي. انا هجيب مصفى واطلع الناعم لوحده واطلع الخشن لوحده. ممكن تاخدي الخشن اللي هيطلع ده تفرديه برضو في مكان فيه هوا زي ما بقولك لحد ما الرطوبة اللي فيه كلها تروح، تضربيه في الكبة عادي وتضيفيه للمسحوق، بس تكون الكبة دي مخصصة للصابون. بص بقى، اقل كمية من الصابون ده هتغسلي بيه الهدوم هينضف لك جدا، ومش هيكون فيه اثر لريحة الزيت لو مشيتي على الخطوات اللي انا بقولك عليها بالظبط وهويتي الصابون كويس قوي. بص بقى، هاخد الجزء الناعم واوزنه وشوفي معايا الكمية قد ايه. 2 كيلو وربع. هوزن كمان الجزء الخشن هيطلع كيلو وربع، يعني معانا 4 كيلو من المسحوق للغسالات الاوتوماتيك والغسالات العادية بنتيجة ممتازة، وهتشوفي معايا دلوقتي تجربة عملي. بالنسبة للناس اللي بتجري الفيديو وما بينتظروش لاخر الفيديو يشوفوا التطبيق العملي للوصفة، علشان كده ما بيكونش عندهم حماس ينفذوا الوصفات، ولسه لحد النهاردة احتمال كبير يكونوا بيبيعوا الزيت او بيرموه. فانت لو كملت معايا الفيديو وتشوف النتيجة عملي دلوقتي قدامك، اوعدك اول كمية زيت هتجمعيها هتعملها صابون بنفس الطريقة اللي احنا عملناها قبل كده كتير، وياريت تخزنيها بنفس الطريقة اللي احنا نزلناها في الفيديو الاخير عشان تاخدي صابون ممتاز ومختلف. بص الجرح البسيط ده، انا جرحت بالليل ومسحت الدم بالحتة البيضة دي او القماشة البيضة دي فانيلة ولادي، وسبت الدم يبات ليلة كاملة عشان ينشف في القماش. بعد كده هغسله معاكم عملي في الغسالة، وانا عرفتك الغسالة دي ازاي تطلعي منها احلى غسيل نضيف زي الفل، كأنه غسالة اوتوماتيك او غسالة عادية او غسالة نص. لو عايزة تعرفي الطريقة بالظبط هسيب لك الرابط تحت. انا هضيف على دورة الغسيل الصغيرة دي ربع الكيس الباهي ابو 5 جنيه، ربعه بس، ومعلقتين كلور ومعلقتين خل وجزء من الصابون الخشن اللي انا عملته معاكم المسحوق هضيفه على الوصفة. بص بقى بعد اول دورة شايفين الرغوة محدودة قد ايه؟ عشان ما تقلقيش على غسالتك الاوتوماتيك. الصابون البلدي لما بنضيف له مسحوق رغوته بتقل وبتكون محدودة، بتكون امان جدا على الغسالات الاوتوماتيك. شوفي نتيجة الوصفة، انا ما ضفتش لا بريكس جل زي المرة اللي فاتت، ولا ضفت كلوركس الوان، ولا ضفت اي حاجة. هما الشوية المسحوق اللي خدتهم من الكيس بتاع الباهي ب5 جنيه وربعه زي ما بقولك، وشوية اللي انا خدتهم من الوصفة اللي احنا عملناها مع بعض الجزء الخشن. وادي القماشة قدامك اهي البيضة، ما فيش اي اثر للدم اللي كان فيها مع انه ناشف من امبارح بالليل. شوفوا النتيجة وشوفوا السهولة وشوفوا التوفير والنظافة. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم جدا في الله.